لو ما كنتش شفت الحكايه دي قبل كده اضغط على الفيديو اللي هيظهر فوق دلوقتي واتفرج على الجزء الاول وتعالى كمل من هنا. ولكن لو انت متابع الحكايه فعايزك تتفاعل مع الفيديو والقناه كلها علشان نوصل للقمه في اسرع وقت، وتصلي على النبي علشان دي اهم من اي حاجه. ويلا بينا نكمل. وبنشوف ميونج داخله الفصل وصاحبتها بتتفاجئ بيها، فميونج بتقول لها مالك؟ فصاحبتها بتقول لها كنت فين؟ فميونج بتقول لها وانا جايه من المدرسه، طبعا فاتني الاتوبيس المعتاد النهارده فعلشان كده لسه واصله دلوقتي. بس ليه بتسالي؟ كان في حد بيدور عليا؟ بس صاحبتها ما بتردش عليها وبيبصوا لفوق، وعند المتنمرين وبطلنا بيكون المتنمر بيتكلم وبيقول البنت مش هنا يا غبي، انت اتضحك عليك، انت كنت بتحاول تمثل دور الامير اللي هينقذ سنو وايت، وقصده على حبيبه بطلنا. فكانج بيقول لنفسه دلوقتي لما فكرت فيها هي فعلا شبه سنو وايت قوي. وبعد كده كانج بيقول يبقى مفيش حاجه نقلق منها بقى، كويس انا ماشي. ساعتها المتنمرين بيلفوا حوالين بطلنا وهما ماسكين عصيان، والمتنمر بيقول له مالك خايف تنط من فوق تاني؟ فكانج بيقول له انت مغرور قوي بالنسبه لواحد في سنك. فبطلنا بيقول لنفسه استنى هو قال تاني؟ فكانج بيقول له هو انت اللي مسؤول عن اللي حصل المره اللي فاتت؟ فالمتنمر بيقول له يا سلام بجد مش فاكر، مع اننا حتى ما كناش ضربناك لسه، انت بدات تتوسل على حياتك ووقعت لوحدك. فكانج بيقول له كان المفروض تقول كده من بدري. فالمتنمر بيقول له ما تتظاهرش بالقوه بنفسك على الفاضي، النهارده مش زي اي يوم تاني، اقوى رجال كوريا اتجمعوا موجودين هنا النهارده علشان يخلصوا عليك، انت فاهم بقى ولا ايه؟ انت ميت خلاص. وبيجي واحد ضخم جدا وبيقف قدام بطلنا وبيمسكه من دماغه وبيقول له مهما بصيت عليك انت زي عود خشب رفيع كده، هو بجد انت قوي زي ما بيقولوا؟ فكانج بيقول له بالفعل انا كده، وبيمسك ايد المتنمر وبيرزعه بركبته في دماغه. ساعتها المتنمر بيتصدم وبيقول بصوت عالي احيه انا قلت لك وحذرتكم منه، يلا يا جماعه امسكوه. وبالفعل كلهم بيهجموا عليه ولكنه بيمسكهم بيمسح بيهم الارض، وبيمسك اول واحد بيكسر عظمه والتاني والتالت لحد ما بيهجم عليه واحد بسكينه. بطلنا طبعا ايده متينه وبيتفادى الهجوم وبيوقع من ايده السكينه وبيقول له السكينه دي على مين يلا؟ وبعد كده بيبص جنبه وبينادي وبيقول ليه هوجن، وبيقرب وهو بيقول له واضح اننا لوحدنا تاني انا وانت، وواضح انك لسه ما راجعتش نفسك خالص بعد ما كنت هقتلك قبل كده، انا هعاملك زي الزباله الصغيره اللي انت عليها بالظبط. ساعتها المدرب بيجي وبيقول بعصبيه انت يا وغد وقف حالا. فكانج بيقول لنفسه الراجل ده اكيد مش مدرس عادي خالص. وبعدها المدرب بيقول انت ليه هوجن صح؟ فليه هوجن بيقول له ايوه. فالمدرب بيقول له هحاسبك بعدين، خد العيال دي معاك وغوروا من هنا حالا. فليه هوجن ساعتها بيفرح وبيمشي. فالمدرب بيقول لكانج واضح انه فعلا ما قدرش يستنى يوم كمان علشان يردها لك مش كده؟ فكانج بيقول له انت ازاي عرفت اننا هنا؟ فالمدرب بيقول له البت ميونج دي هي اللي قالت لي، بس المهم انا المفروض اتعامل ازاي مع المصيبه دي دلوقتي؟ فكانج بيقول له الموقف ده فعلا مش تمام خالص، والمفروض طالب ثانوي يبقى بيتصرف كطالب ثانوي عادي، انت هتندم على كل حاجه في المستقبل. ساعتها كانج بيفكر وبيقول لنفسه هل كانت مجرد صدفه؟ بس لا، طيب لو نفس اللي حصل له هو كمان زي ما حصل لي لازم اتاكد بنفسي. ساعتها بطلنا بيبدا يهاجمه بهجمات كتيره جدا والمدرب بيصدها بكل سهوله، وبعدها بيتوقفوا هما الاتنين والمدرب بيقول لنفسه ازاي طالب ثانوي عادي ممكن يقاتل بالشكل ده؟ فالمدرب بيقول له انت مين؟ فكانج بيقول له فعلا هكون مين يا ترى؟ فالمدرب بيقول له ايه؟ فكانج بيقول له انا مين؟ فالمدرب بيتفاجئ من السؤال ما بيردش، فبطلنا بيصرخ في وشه وبيقول له انا مين؟ فالمدرب بيقول له كمل الباقي كمان. فكانج والمدرب هما الاتنين بيقولوا في نفس واحد في مشهد عظيم جدا جمله حاكم الحروب. بعدها كانج والمدرب بيروحوا وبيقعدوا هما الاتنين في غرفه الاستشارات. بيكون كانج بيقول انت فعلا دايرو؟ فالمدرب بيقول له ايوه. فكانج بيقول له ليه لغتك الكوريه كويسه قوي كده؟ فدايرو بيقول له مش عندي اي فكره، بعد ما الكابتن مات انا جيت وراك على طول لما هما مسحوا الارض بيا، لما فتحت عيني لقيت نفسي في كوريا والكوري كان بيطلع من بقي بشكل طبيعي. فكانج بيقول له يعني انت كمان مش هتبقى عارف كتير، بس المهم معاك سيجاره؟ فدايرو بيقول له ما ينفعش ندخن في اوضه الاستشارات. فكانج بيقول له انا اللي المفروض بس اقول. فدايرو بيكون هيطلع لكن بعد كده بيقول خلاص مش فارقه معايا، الغلط غلط، مفيش اي منطق ان مدرس يدي سيجاره لطالب علشان يدخنها. فدايرو بيقول له مهما كان عقلك كبير قد ايه جسمك لسه جسم طالب في ثانوي، وحتى لو سلقتني او شوحتني حي مش هديك اي حاجه. فكانج بيتضايق منه بيقول له خلاص مش هشرب سجاير تاني. وبعدها كانج بيقول لنفسه السيوك كانج
كانج هو دايرو، ويبان ان اعادة تجسيده حصلت في نفس الوقت تقريبا معايا. وبعدها كانج بيقول له استمتعت وانت في حضن مراتك وانا مرمي في المستشفى ومش قادر اعمل حاجة. فدايرو بيقول له في الواقع كان احسن بكتير من ان ابقى مرمي في المستشفى. فكانج بيقول له يا ابن الكلب. فدايرو بيقول له اسكت ممكن حد يسمعنا، في الاخر انا مدرس وانت يا كابتن طالب، وعايزكم تعرفوا ان جيم هو كان قائد دايرو اللي هو المدرب. المهم كانج بيقول له بطل تهزر معايا. فدايرو بيقول له على اي حال انت ليه مصمم تزودها وتولع الدنيا؟ دلوقتي انا وانت اتولدنا من جديد، خليك في حالك وروح المدرسة بهدوء. فكانج بيقول له عايز نعمل ايه وهم لسه مكملين عليا؟ انت فاكر اني بحب اتمشكل مع العيال الصغيرة ولا ايه؟ على اي حال انا مش ناوي اقعد في المدرسة دي اصلا، قريب هرجع فرنسا تاني. فدايرو بيقول له انت راجع تاني للجحيم ده رغم انك اخيرا قدرت تهرب منه؟ فكانج بيقول له كان في خاين وسطنا لو معرفتش مين هو يبقى افراد الفريق ماتوا على الفاضي. فدايرو بيقول له يا لو كده يبقى نروح مع بعض في الاجازه. فكانج بيقول له يا عم احنا مش رايحين نتفسح. فدايرو بيقول له يا عم انا عارف كده، انا جد في الموضوع زيك بالظبط والله. فكانج بيقول له انت بس اقعد هنا وعيش بهدوء وخلي عينك على العيال المزعجه دول، وخلصت منهم علشان يبطلوا يجوا ورايا. فدايرو بيقول له في الحقيقه انا كنت مخلص تجهيزاتي وكنت على وشك اخلص عليهم مره واحده وللابد. فكانج بيقول له تحضيرات مره واحده وللابد؟ ده عيال صغيرين، انت اتهبلت ولا ايه؟ فدايرو بيقول له مين قال ان الموضوع بسبب العيال؟ ما حسيتش بحاجه غريبه وانت بتتخانق معاهم من شويه؟ مش كانت اسلحتهم زياده قوي على خناقه بين عيال؟ فكانج بيقول له مش بالظبط، ما كانش في حتى اسلحه ناريه اصلا. فدايرو بيقول له انت بجد اتولدت في كوريا يا كابتن؟ البلطجيه العاديين عمرهم ما بيستخدموا سكاكين تقطيع كبيره ولا مضارب فيها مسامير في الخناقات. فكانج بيقول له يعني كده. فدايرو بيقول له عموما في منظمه اجراميه هي اللي ورا العيال دول وبتدعمهم. فكانج بيقول له منظمه؟ فدايرو بيقول له لسه الموضوع مش مؤكد 100% بس الاحتمال كبير، هخلص معاهم قبل الاجازه فخلينا نروح فرنسا مع بعض بجد انا مش بهزر. فكانج بيقول له خلاص ماشي خلينا نكمل الكلام ده بعدين، على اي حال كلمني المستشفى وخلي بالك مني انا هنام لحد ما المدرسه تخلص. وفي عياده المدرسه بيكون بطلنا نايم وفجاه بيحس بخطوات حواليه، ولما بيصحى بيلاقي ليه هوجن في وشه بيقول له عايز ايه؟ فليه هوجن بيقول له انت صحي؟ اسف اني ازعجتك. وبعدها بيديله اكل وحاجات في ايده وبيقول له ياكلها. وبعدها ليه هوجن بيقول له طلاب السنه الاولى والثانيه هيجوا يسلموا عليك بعد ما الحصص تخلص، ومن دلوقتي انت بقيت رئيس المدرسه دي. فكانج بيقول له طب يلا غور من هنا. فليه هوجن بيقول له ايوه اسف. وبعدها بيسيبه وبيخرج. وفي وقت المدرسه ميونج بتروح وبتدي بطلنا شنطه وبتقول له دي شنطتك وايه حاسس انك كويس دلوقتي؟ فكانج بيقول لها مفيش حاجه كبيره ما تقلقيش. ساعتها بتيجي البنت اللي اسمها يون وبتنادي على بطلنا وبتقول له يا كانج تعالى معانا في ناس عايزين يقابلوك. فكانج بيقول لها ايه الهزار ده؟ وبعد كده بيطنشها وبياخد ميونج وبيمشي. وفي الطريق بتحكي له بتقول له واضح ان يون سيل مستهدفاك، البنت دي مش كويسه خليك حذر، وفي اشاعات انها بتلف على كل حته وبتنام مع اي حد. فكانج بيقول لنفسه دي حاجه يتاخد حذر منها، دي هي اللي هتصدع لما تشوف الغرب بيعملوا ايه. ساعتها بيكون في مجموعه بيراقبوا بطلنا هو وميونج، وبعدها بيطلبوا من بطلنا ان هو يقرب. فكانج بيقول هم دول نفس الناس اللي دايرو كان بيتكلم عنهم من شويه. وبطلنا بيقرب من الاشخاص دول والرئيس بتاعهم بيقول له انت كانج؟ فكانج بيقول له ايوه ليه؟ فالرئيس بيقول له يا ابن انت واقح زي ما بيقولوا عنك. فكانج بيقول لنفسه هم 4 بس مش هيبقى خطر قوي لو انتهى بينا الحال اننا نتخانق بس، لكن موقعنا بعيد شويه. فالرئيس بيقول له بطل تعمل الوش ده، احنا مش جايين نتخانق يا عيل، اطلع معايا لازم نتكلم. فكانج بيقول له ايه؟ وهم الاتنين بيفضلوا باصين لبعض بنظرات حاده جدا. فبيتقدم عليهم كانج وبيبص لهم وهو مش خايف منهم. فبيقول الشخص اللي قدامه لصاحبه شوف الواد بيبص لي ازاي، وبيحط ايده على دماغ كانج وبيقول ده عامل نفسه قوي. فبيقول له كانج شيل ايدك. فبيتعصب الشخص ده وبيقول له انت عبيط يالا بقى ولا ايه؟ انا بكلمك بالراحه ما تخلينيش اضربك. فبيشيل كانج ايده وبيقول له اعتبرني خليتك، وبيمسكه من القميص وبيضربه ضربه قويه جدا في وشه بيخليه ينزف. فبيهجم التاني على كانج لكن على مين؟ بيمسكه من ايده وبيضربه ضربه قويه بيوقعه على الارض. بيكونوا كل الطلاب واقفين بيسهروا اللي بيحصل. فبيأمرهم واحد من الاشخاص دول انهم يقفلوا التليفونات ومحدش يصور. بيروح يضرب تليفون واحد من الطلاب بيوقعه على الارض وبيقول له انت ما بتفهمش، مش قلت محدش يصور؟ فبيقع التليفون على الارض بيتكسر. فواحد من رجال العصابات بيبقى عايز يخرج السكينه اللي معاه علشان يخلص على كانج. فبيقول له الزعيم لا ما تخرجش سكاكين هنا، احنا قدام مدرسه، اللي بتعمله ده ما ينفعش، انت كده هتخلي الدنيا تبوظ اكتر. فبيقول له ماشي انا هتعامل معاه. فبيروحوا الاتنين يقفوا كل واحد في ناحيه. فبيفهم كانج انهم مقاتلين اقوياء عارفين ازاي يختاروا الاماكن بتاعتهم علشان يقتلوا. فبيهجم الاول على كانج وبيضربه، لكن بيتفادى كانج الهجوم وبيضربه ضربه قويه في وشه بتخليه مش شايف، وبينزل عليه بضربات سريعه قويه من غير ما يوقف
واقف ولا يخليه ياخد نفسه. بيهجم التاني من ورا على كانج، لكن بياخد بطلنا باله من الشخص اللي جاي وراه وبيصد ضربته، وبيغير وضعيه جسمه بسرعه كبيره وبيهجم عليه بيضربه ضربه قويه. بيكون الاول مصدوم ومش مصدق ازاي طالب في الثانويه بالقوه دي، فبيهجم على كانج وبيضربه، لكن بيلف كانج بيضربه بسرعه في وشه، في نفس الوقت بيهجم التاني عليه. ده كانج يا جدعان بيتفادى ضربته وبيضربه ضربه قويه برجله، لكن بيصد الشخص ده ضربته وكان متوقعها. فبيهجم كانج عليه بضربات سريعه قويه، لكن بيحاول الشخص ده انه يصدها. بيفكر كانج وبيقول انا زي ما كنت فاكر الموضوع هياخد وقت مع الاشخاص دول لان انا جسمي ضعيف بالنسبه لهم. فبيجي الزعيم من وراه وبيضربه ضربه قويه بالرجل بيبعده. فبيفكر كانج وبيقول انا هضرب كل دول لوحدي، لو كان دايرو معايا كان زماننا فرمناهم. فبيقول له الزعيم خلاص يا عم احنا شفنا مهاراتك، تعالى بقى معانا من غير مشاكل، انا مش قلت لك اني جاي اخدك من غير مشاكل؟ فبيقول له بطلنا انا مش مهتم انتوا جايين ليه. فبيحط الزعيم ايده في جيبه وبيقول له انا كده فهمت، انت مش سهل اقناعك. بيخرج ايده بسرعه وبيقول له ما فيش غير القتال هو اللي هيخليك تقتنع. فبيهجم الزعيم على كانج وبيضربه ضربه قويه، لكن بيصدها بطلنا وبيمسكه من دراعه بيتنيه. فبيتألم الزعيم وبيبقى مش قادر. فبيهجموا الرجال على بطلنا وبيقول احنا لازم نخلص على الواد ده، احنا ساكتين عليه ليه؟ لكن فجأة حد بيكلم الشرطة. فاول ما بيسمعوا صوت حد بيقول الشرطة، وبتبقى ميونج هي اللي بتتصل بالشرطة. فبيسمع الزعيم كده بيقول لهم احنا هنمشي دلوقتي وهنبقى ناخد حقنا منه في يوم تاني. فبيقول له كانج المرة اللي جاية انا هبقى اكسر لك دراعك. فبيركبوا العربية وبيمشوا. فبترتاح ميونج وبتقول لكانج يلا نمشي. فبيقول لها انت اتصلت بالشرطة؟ ده ممكن يسبب لي مشاكل كتير. فبتقول له مين قالك ان اتصلت بالشرطة؟ انا كنت بشتغلهم بس كده، كل ده كان وهم علشان يبعدوا عنك ويسيبونا في حالنا. بيفكر كانج وبيقول يا بنت اللعيبه بقى اشتغلتني كده، امدحها ولا اعمل لها ايه بقى؟ لكنه بيلاحظ ان يون واقفه بتبص له. فبيروح لها بطلنا وبيقول لها انا عايزك تعتمدي على نفسك، لو فضلت تعتمدي على الناس هيستغلوكي. فبتضربه يون وبتقول له انت فاكر نفسك مين؟ فبيبص لها كانج ومش بيرضى يعمل لها حاجه وبيسيبها وبيمشي. فبتنادي عليه يون وهي بتصرخ وبتشتمه، لكنه مش بيرد عليها وبيمشي مع ميونج. بعدها بطلنا بيقول مع ان الضرر مش كبير الا ان الضربات اثرت فيا علشان الجسم ده ضعيف. فبتلاحظ يون انه عمال يتألم. فبتقول له تعالى نروح المستشفى لو تعبان. فبيقول لها لا تعالي ناكل، انت بتحب التونا كاتسو؟ فبتتفاجئ ميونج اول ما بتسمع كده وبتقول له ايوه. تاني يوم بيكون كانج قاعد في الحصه والمدرس بيكلمهم عن شخص مقاتل اسمه تشون، وكان مقاتل قوي وعنده اخلاق. لكن بيبقى كانج قاعد زهقان وعايز ينام، بيبقى مش قادر يتعود على المدرسه وعنده حق بصراحه. وبيفكر وبيقول انا احسن ليا اخد سلاح وحارب بدل ما افضل قاعد هنا كده. لكن فجاه بيدخل عليه مجموعه من الاشخاص اللي بييجوا يقفوا قدام كانج. فبيقول لهم كانج عايزين ايه؟ فبيقول له دول طلاب من السنه التانية وانا في سنه اولى. وبيطلع ظرفه وبيقول له دي دفعه الاسبوع. فبيتعصب كانج وبيقول له انا قلت لك تعمل كده. فبيبص الولد على مكان ليه هجن وبيقول هو اللي قال لنا نعمل كده. فبيقول له كانج خلاص رجع الفلوس دي لاصحابها وما تسمعش كلام حد هنا بعد كده، ومش عايزكم تمشوا في مجموعات تاني، انا تعبان بقى يلا غوروا من هنا. فبيجي الطالب وبيقف عند بطلنا. فبيبص له كانج وبيقول له مالك انت كمان؟ فبيقول له المدرب عايزك. فبيفكر كانج وبيقول دايرو عايز يشوفني. فبيروح كانج لدايرو وبيقول له انا سمعت انك كنت بتتقاتل امبارح. فبيقول له ايوه، لكن هي الاخبار بتوصل هنا بسرعه كده، هو في ايه؟ فبيقول له دايرو بطل بقى القتالات والمواضيع دي، انت ما بقتش صغير على اللي انت بتعمله. فبيقول له بطلنا يعني من بين الناس كلها ما اسمعش الكلمه دي غير منك انت نسيت مين اللي دخلنا في مشاكل لما كان في حرب في افريقيا؟ فبيقول له دايرو احنا دلوقتي في كوريا وفي عدد كبير من كاميرات المراقبه والتليفونات اللي بتصور كل حاجه والخدمات الالكترونيه متطوره، ومن خلالها ممكن تلاقي الشرطه بقت قدامك فجاه، انت كده هتفضح نفسك قوي. فبيقول له كانج هو ده اللي انا عايزه وعايز ارجع لافريقيا بسرعه. فبيقول له دايرو انا عايز اطلب منك طلب. فبيقول له بطلنا ايه هو؟ فبيرد عليه وبيقول له في 4 طلاب هنا بيتعرضوا للتنمر، انا عايزك تخلي بالك منهم. فبيقول له بس انا لو عملت كده لما اجي امشي من هنا الامور هتزيد سوء عليهم وهيتضربوا لحد ما يموتوا. فبيقول له دايرو هديلك اذن بالخروج من الحصص الدراسيه وهخليك تروح اي حته. فبيقول له كانج هتعمل ده ازاي؟ فبيقول له انا عايزك تسجل كلاعب رياضي محترف، وهتحتاج بس لحضورك الصبح علشان تسجل الغياب، وحتى لو نمت في الحصص محدش هيصحيك، لانك انت لو رحت افريقيا بمنظرك ده انت هتموت من اول اسبوع. فبيفكر كانج وبيقول له 4 بس. فبيضحك دايرو. بعد ما بيخرج كانج بيلاقي يون واقفه مستنياه وبتقول له عايزين نتكلم شويه، لكن بيسيبها كانج وبيدخل الفصل. فبتقول يون انا مش بكلمك، بص حصل لي ايه بسببك. فبيقول لها ايه اللي حصل لك؟ فبتقول له الاشخاص اللي كانوا معاك امبارح. فبيبص لها بطلنا وبيقول لها تعالي ورايا. فبتلاحظ ميونج ان في حاجه بينهم. فبياخدها كانج وبيطلعوا على السطح. فبتقول يون هم طلبوا مني ان اجيبك ليهم والا هيموتوا ليه هوجن وانا مش هيسيبوني في حالي. فبيقول لها بطلنا طب بلغي الشرطه. فبتقول يون انا لو عملت كده هيأذوا عيلتي، اتصرف اعمل اي حاجه وانا هعمل لك اللي انت عايزه. فبيقول لها كانج لو طلبت منك اي حاجه هتعمليها؟ فبتقول يون ايوه.
فبيقرب منها كانج وبيحط ايده، فبتفكر يون وبتقول انا كنت عارفه ان كلكم زي بعض مش بيهمكم غير كده. فبيمسح كانج دموعها وبيقول لها روحي اغسلي وشك وما تستخدميش المكياج علشان بشرتك، وابقي البسي الزي المدرسي كويس. فبتتفاجئ يون اول ما بيقول لها كده، فبيقول لها ايه انت قلت انك هتعملي اي حاجه؟ فبتقول له هو ده اللي انت عايزه؟ فبيقول لها ايوه انت عايزاني اطلب زياده؟ بتقول له لا. فبيقول لها اتصلي بيهم. فبتتردد انها تعمل كده، فبيقول لها انت مش معاك الرقم؟ فبتقول له معايا لكن مش هقدر اعمل كده. فبيقول لها اتصلي. فبتطلع يون التليفون وبتتصل بيه. فبيرد عليها الزعيم وبيقول لها انت بتتصل بيا ايه؟ انت بقيتي شجاعه كده امتى؟ فبيرد كانج عليه وبيقول له ده انا كانج. فبيقول له الزعيم حلو قوي، هي بقى راحت وطلبت مساعدتك وشرحت لك كل حاجه، تعالى بقى للمكان بتاعنا. فبيقول له كانج لا انا مشغول الاسبوع ده، فانا هقابلك يوم الاثنين. فبيقول له انت هتستهبل، هو انت هتقول نتقابل امتى؟ فبيقول له كانج يوم الاثنين ويلا بقى سلام. بيتفاجئ وبيقول ايه ابن المجنون اللي قفل السكه في وشي. فبيبص لشخص وراه شكله الرئيس بتاعه، فبيتصل بكانج مره تانية وبيقول له الاثنين يعني؟ فبيقول له بطلنا ايوه يا عم ما خلاص بقى. بيرد الزعيم عليه وبيقول له انت عارف لو ما جيتش. بيقول له كانج عيب عليك، انا عايزك بس ما تجيش جنب البنت الغلبانه دي تاني. بعدها بيقفل كانج وبيديها التليفون وبيسيبها علشان يمشي. فبتقول له استنى انا عايز رقمك علشان لو احتجت اي حاجه مني. فبيبتسم كانج وبيقول لو سميث كان حي كان زمانه صاحبها، وسميث ده كان صديق بطلنا في الجيش ومات في الحرب. فبيقول لها كانج لا انا عايزك تقابليني يوم الاثنين بعد المدرسه. بعدها بيبقى كانج ماشي وبيفكر في كل حاجه وبيقول فرنسا والتمرين والتنمر ويون والعصابات، انا مش عارف ايه كل ده، انا ما بقاليش غير كام يوم وحصلت كل المشاكل دي. بيتفاجئ ان ميونج جايه وراه وبتنادي عليه، فبيقول اه صح انا نسيتك انت كمان. فبتقول له ميونج ينفع امشي معاك؟ فبيقول لها طبعا. فبتقول له هو انت معجب بيون؟ فبيتفاجئ كانج وبيقول لها ليه بتقولي كده؟ فبتقول له انا شفتك وانت واقف معاها، انا فاهمه اني مش قادره احط مكياج زيها وعارفه انها اجمل مني. فبيقول لها مفيش حاجه بينا، احنا كنا بنتكلم عن قتال امبارح. فبتفرح وبتقول له يعني انت مش معجب بيها؟ فبيقول لها وانا هعجب بيها ليه؟ فبيقول لها هو انت معجبه بيا؟ فبتتوتر وبتبقى مش عارفه تعمل ايه. فبيفكر كانج وبيقول ايه الغباء اللي انا فيه ده، ما كانش المفروض اقول لها كده. فبياخدها كانج وبيروحوا يقعدوا في مكان علشان يصلح الكلام اللي قاله ده. بيوعدها وبيقول لها لو قدرت انك تطلعي الاولى في الاختبار اللي جاي انا هعترف لك بحبي. فبتقوم ميونج وهي فرحانه وبتقول له انا على طول بطلع الاولى. بعدها بيحس كانج ان البت دي اتجننت وفجاه حجمها كبر وبقت ضخمه وبيفضل يهرب منها لكنه بيفوق من النوم وبيكون كل ده حلم. فبيقوم يلبس هدوم المدرسه وبيخرج، بيلاقي والدته قاعده وبيقول لها انا نازل. فبتتفاجئ وبتقول له رايح فين؟ فبيقول لها انا رايح المدرسه. بتقول له مدرسه النهارده السبت مفيش مدرسه. بيقول لها ازاي يعني ايه مفيش مدرسه؟ فبتقول له انت دماغك بتوجعك تاني؟ فبيقول لها لا بس انا في اخر سنه فلازم اخد حصص اضافيه علشان اقدر انجح. فبتصدقه امه وبتقول له ربنا يوفقك. بعدها بينزل وبيقول الدنيا اتغيرت مفيش مدارس يوم السبت. بيطلع التليفون وبيتصل بدايرو وبيروح بعد كده يركب العربيه مع دايرو. بيقول له دايرو انت بتقول لاهلك انك رايح تاخد دروس اضافيه؟ هو في كده حتى مش عارف تكذب؟ فبيقول له كانج اقول ايه يعني، احنا هنروح فين دلوقتي؟ فبيقول له دايرو هنروح مكان وسط الجبال تقدر تقعد فيه تاكل وتشرب. بيقعدوا بعد كده مع بعض وبيشرب دايرو الكحول ومش بيرضى يدي كانج علشان هو لسه طالب في المدرسه. فبيقول له كانج ما دام الموضوع كده يبقى المفروض انت كمان ما تشربش قدامي. وبيساله لو هو مرتاح في حياته دلوقتي. فبيقول له دايرو انا في البدايه كنت مش عارف اعيش، كنت هتجنن مش عارف اعمل ايه، كانت بتجيلي كوابيس كل ليله بتخليني اقوم اصرخ، الحاجه الوحيده اللي خلتني اتماسك هي عيلتي، انا ما قدرتش اسيبهم، وبعدين لو رجعت لافريقيا بالجسم ده مش هقدر ان اعمل حاجه، كمان انا جات لي فرصه تانية علشان اعيش فلازم استغل الحياه دي احسن استغلال. فبيقول له كانج انت عندك حق الدوله دي جميله. فبيقول له دايرو انت لازم تقول كده، انت في اول كام يوم عملت كل ده واتخانقت مع طلاب المدرسه كلها. وبعدها بيضحكوا شويه. بيرزعوا كانج خبر العصابات وبيقول له انا رايح لهم يوم الاثنين اللي جاي. فبيقول له دايرو هتروح لهم فين؟ فكانج بيخاف عليه وبيقول له مالكش دعوه. فبيقول له دايرو لا مش هينفع تخبي عني حاجه. فبيقول له كانج انا لو قلت لك انت هتيجي ورايا علشان كده انا مش هقول لك. فبيقول له دايرو يا عم انا قلت لك انت بجسمك ده مش هتعرف انك تقاتل عدد كبير منهم، انت ما بقتش زي زمان. فبيقول له كانج انا هحل مشاكلي بنفسي ومش عايزك تتدخل في الموضوع ده، امر يا جندي. فبيسكت دايرو شويه وبيقعدوا ياكلوا. فبيسالوا دايرو انت قتلت كام واحد لغايه دلوقتي؟ بيتفاجئ كانج من السؤال وبيقول له ايه؟ فبيقول له دايرو عددهم كتير صح؟ فبيقول له كانج ما عدتهمش والله، فانت بتسال ليه فجاه؟ فبيقول له دايرو انا مش عايزك تروح علشان تعيش في سلام من غير مشاكل. فبيقول له كانج شكرا على النصيحه، انا عارف انا بعمل ايه كويس. فبيقول له دايرو لما تخلص اللي انت فيه نبقى نيجي هنا تاني ونقعد مع بعض. بيروح يوصل كانج للبيت. لما بيدخل بطن غرفته بيفكر في المعركه اللي هيدخلها
يدخلها مع العصابة اللي هيبقى معاهم أسلحة وهو مش معاه أي حاجة، لكنه بيبدأ يتخيل اللي هيحصل ويضرب العصابة واحد ورا التاني ومش بيدي لأي حد فرصة إنه يضربه. بيهجم عليه واحد منهم بالسكينة لكنه بيتفادى ضربته وبيضربه ضربة قوية، لكن واحد منهم بيخونه وبيضربه بالسكينة في ظهره وبيبدأوا يضربوا كلهم بالسكاكين. ساعتها بينهار بطلنا على الأرض وهو بيصرخ وبيفكر وبيقول أنا بقيت ضعيف مش هقدر عليهم. لحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، بس هل بطلنا هيروح فعلا العصابة ولا هيخاف؟ ولو راح فعلا هيقدر إنه يتغلب عليهم ولا هتكون دي نهايته؟ لو متحمس تشوف الأحداث دي كلها في أسرع وقت ما تنساش تتفاعل مع الفيديو والقناة كلها علشان نوصل للقمة في أسرع وقت، وتصلي على النبي علشان دي أهم من أي حاجة. ويلا سلام.